في الخمسينات والستينات من القرن الماضي، أمريكا كانت عندها قواعد عسكرية في المغرب، من قاعدة قنيطرة الجوية اللي كانت كتشوف منها CIA تحركات السوفيات، حتى القاعدة بن قرير اللي كانت محطة الطائرات الأمريكية في طريقها لأوروبا. كل شيء بدأ في أيام الاحتلال الفرنسي وبالضبط قبل 1956. ولكن علاش وافق محمد الخامس عليها وعلاش خرجوا في 1977؟ قصة فيها جواسيس، مفاوضات سرية، وحرب باردة كتشعل بين موسكو وواشنطن. في 1950 وبعد مفاوضات وصراع طويل بين الطرفين، سمحت فرنسا اللي كانت مسيطرة على المغرب في عهد الحماية الأمريكا باش تبني قواعد عسكرية في المغرب. هذا الاتفاق كان بين فرنسا وأمريكا، وكان وراء الصفقة مسؤولين كبار من الجانبين. من طرف فرنسا كان الرئيس فينسان أوريول وريني بليفن رئيس الحكومة، ومعهم الجنرال ألفونس خوان المقيم العام الفرنسي بالمغرب في ذلك الوقت. أما من طرف الولايات المتحدة فكان هاري ترومان رئيس أمريكا بمساعدة وزير الخارجية ديالو دين أتشيسون، وقائد القوات الجوية الجنرال كريتس ليماي. وبالمناسبة فكريتس ليماي هو اللي خطط لاستخدام هذه القواعد لمراقبة الاتحاد السوفيتي. إذن هادو هما الشخصيات الرئيسية الستة اللي سهروا على الاتفاق. أما اللي تذكر في الإعلام فكان وزير الخارجية الفرنسي جورج بيدو، وسفير واشنطن في باريس جيفرسون كافري. واللي كيسول على دور المغرب في هادشي فكما قلنا قبل راه كنا تحت الحماية الفرنسية، يعني ما كانش عند المغرب الحق يتدخل في هاد القرارات والتحالفات العسكرية، حيث السلطان آنذاك محمد الخامس كان مجرد حاكم رمزي ما عنده لا السلطة ولا القوة باش يوافق ولا يرفض قرار دار بين جوج من أقوى الأنظمة في ذاك الوقت. وباش نذكروا القواعد بخمسة وما ننساو حتى شي وحده، غنبداو بقاعدة العاصمة اللي هي قاعدة النواصر. تأسست في 1951 وكانت تابعة للقوات الجوية الأمريكية، استعملوها كمحطة جوية استراتيجية في عملية رافائيل باش ينقلوا الطائرات في المحيط. خدموا فيها مهندسين تقنيين وطيارين، وكان من أبرزهم القيادي العسكري كريتس ليماي. قاعدة النواصر ومن بعد الخروج ديال الأمريكيين في 1963 غتحول لمطار اللي هو مطار محمد الخامس حاليا. من وراه كتجي قاعدة بن قرير اللي تأسست في 1952 وكانت كتستعمل في عمليات تزود بالوقود في السماء، وكانت محطة عبور استراتيجية في المسار بين أمريكا وأوروبا. كانت تابعة للقوات الجوية وخدموا فيها طائرات ضخمة بحال بوينغ 97، وحتى هي تسدات في 1963 بحال قاعدة النواصر قاعدة سيدي سليمان. هاد الأخيرة اللي كانت تحت قيادة الجنرال ناتان توينينغ والمسؤولة على نشر الردع النووي. استعملات فيها طائرات قادرة أنها تحمل رؤوس نووية، طائرات أغلبها كان من نوع بوينغ 47. وهاد القاعدة كانت تابعة بالضبط للقيادة الجوية الاستراتيجية SAC. من وراها كتجي قاعدة القنيطرة اللي تأسست في أيام الحرب العالمية الثانية، ولكن الأمريكان ما طوروهاش حتى الخمسينات فاش ولات تابعة للبحرية الأمريكية، وخدموا فيها تقنيين ديال الاتصالات وحدات المخابرات ورادارات بحرية، وكانت فيها وحدة تابعة NSA ديال المراقبة الإلكترونية. هاد القاعدة بقات خدامة حتى 1977، وبهذا غتكون هي آخر قاعدة عسكرية أمريكية تسدات في المغرب. قبل منها وفي الهامش كانت قاعدة خامسة ما معروفاش بزاف اللي هي قاعدة بولهوات بعيدة على الدار البيضاء ب20 كيلومتر تقريبا، وكان اختصاصها الأساسي هو استقبال الطائرات المقاتلة وتوفير الدعم اللوجستي لها. خروج هاد القواعد من المغرب ما كانش بالسهولة اللي أغلبيتكم كيتوقعها، فراه من وراء الاستقلال دخل المغرب في مطالبات ومفاوضات طويلة باش تخرج هاد القواعد، رغم التساهل المغربي معها في فترة الملك الراحل الحسن الثاني والجنرال أوفقير. هاد الأخير كانت أخبار كتقول بأن هاد القواعد سهلت له محاولة اغتيال الحسن الثاني في 71، رغم أن هذا الأمر نفاه الملك أكثر من مرة. القصة ما تسالاتش في 77، حيث كل مرة كترجع أخبار كتروج لرغبة أمريكية حقيقية في بناء قواعد عسكرية مرة أخرى في المغرب. آخرها كان في يناير 2023 من جانب بايدن اللي كان باغي قاعدة عسكرية صناعية بشمال إفريقيا لمنافسة التواجد الروسي في الجزائر. ولكن لحد الآن المغرب مازال متخوف من هذه الخطوة نظرا للتجربة الماضية اللي عاشتها المملكة. هذا ما كان إلا كنت استفدت شوية،
ما تنساناش بشي لايك الفيديو واشتراك في القناة، ونتمنى نكون وضحت لك الصورة قدر الامكان وتكون خرجتي معنا ولو بمعلومة.